بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في قناة الجماهير والكورة. يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وفيديو جديد من فيديوهات قناتنا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على كأس العالم للأندية وموعد ومباراة النادي الأهلي ونادي اتحاد جدة السعودي في مباراة دور الثمانية من كأس العالم للأندية، ومعانا تفاصيل كتير قوي والقنوات اللي هتنقل المباراة. وركز معايا لآخر الفيديو عشان أقولك على كل تفاصيل المباراة، وهقولك على الفرق كمان اللي هي مشاركة في البطولة. عندنا طبعا هنبدأ بنادي اتحاد جدة السعودي صاحب الأرض، والنادي الأهلي المصري بطل أفريقيا، ونادي فلومينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، والنادي الكبير طبعا مانشستر سيتي نادي اللي أخد دوري أبطال أوروبا. وعندنا فريق نادي ليون المكسيكي، وعندنا الضيف الدائم نادي أوكلاند سيتي. وهم دول الفرق المشاركة في المباراة. وهنتكلم النهاردة على تفاصيل مباراة النادي الأهلي ونادي اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية. طبعا المباراة هتكون ديربي عربي مرتقب وديربي كبير، وكل الجماهير العربية عايزة تتفرج على مباراة كويسة. طبعا أنا كمصري بتمنى الفوز للنادي الأهلي المصري. عاوز اقول لكم كمان على حاجة حلوة جدا بالنسبة لجماهير النادي الاهلي، وهتكون مفاجأة كبيرة ان جماهير النادي الاهلي حجزت 70% من تذاكر المباراة. يعني الملعب كله هيكون اهلاوي. طبعا كلنا عارفين ان جماهير النادي الاهلي جماهير كبيرة، واول ما التذاكر فتحت تذاكر بأسبقية الحجز، مفيش تقسيم للمدرجات للاهلي المصري ولا لاتحاد جدة السعودي، لا، الحجز كان بأسبقية، والنادي الأهلي قدر اللي هو يحجز 70% من المقاعد المباراة على استاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك فهد ابن عبد العزيز. وإن شاء الله بإذن الله اللي هيكسب من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي هيقابل نادي فلومينيسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس. هقول لك على موعد المباراة إن شاء الله بإذن الله. وموعد المباراة هيكون في الساعة 8 بتوقيت القاهرة و9 بتوقيت السعودية. نيجي بقى لآخر نقطة معانا، وإن شاء الله بإذن الله طبعا المباراة قبل ما انسى بس هتتلعب على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله. نيجي بقى لآخر نقطة مع بعضينا، القنوات الناقلة للمباراة. وهقول لك على مفاجأة جميلة هتفرح كل المصريين، ولازم تتابع معايا الفيديو للآخر. ولو ما عملتش اللايك اعمله، والاشتراك الجميل برضو اعمله عشان خاطر الفيديو الناس كلها تستفاد منه. عندك القنوات الرئيسية الناقلة لمباراة كأس العالم والناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي هي قنوات الاس سي السعودية، هي اللي هتقوم بنقل جميع المباريات. وبخاصة مباراة الأهلي واتحاد جدة هيكون في 3 مذيعين للمباراة، هيكون فهد العتيبي، وهيكون رؤوف بوخليف، وهيكون مدحت شلبي. المفاجأة بقى اللي أنا هقولها لحضراتكم إن المباراة بتاعت نادي الأهلي واتحاد جدة السعودي هتنقل على قناة تايم سبورت الأرضية. المباراة هتنقل كمان على قناة تايم سبورت الأرضية، والقناة بتعمل داخل مصر على التردد الأرضي مش التردد الفضائي. وانت لو دخلت على القناة بتاعتي هتلاقي انا عامل فيديو ملخص وشامل ازاي اللي انت تستقبل قناة تايم سبورت الأرضية عشان تتفرج على اي مباراة داخل مصر. والقنوات اللي المباريات اللي هي بتتلعب ومصر بتشتريها فبتتذاع على الترددات الأرضية. بنتمنى الفوز للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله، والصعود للمباراة قبل النهائي، وإن شاء الله نسعى للمباراة النهائية، وإن شاء الله بإذن الله نعمل مركز كويس في كأس العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.